مساء الخير، لايكات وشير. مساء السعادة على السكر الزيادة. مساء الخير على أحسن ناس. مساء الخير على عيون الناس المخلصة. مساء الخير على الناس اللي بتحب البعض الخير. مساء الخير على الناس اللي بتشوف الناس اللي جنبها وبتعمل لهم شير بالأكل. مساء الفل والجمال على القلوب الطيبة النقية اللي لما بتشوف حاجة بتقول بسم الله ما شاء الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قل أعوذ برب الفلق. مساء الخير على كل حد بيدخل بيت حد وبيدعي له بالصحة والستر وطول العمر ويقول لهم دايما زايدين غير منقوصين. مساء الخير على اللي بيقتنع باللي في إيده، اللي في إيده واللي شقي بيه واللي تعب بيه وبيحاول يزوده. مساء الخير على كل أب حنين شاف عياله محتاجين ايه وما بخلش عليهم على قد قدراته، يشكر. مساء الخير على كل أم عملت واجبها وساعدت جوزها وساعدت ولادها، سواء كانت أم عاملة أو في البيت. كل واحد فيهم بيعمل باللي المفروض ربنا خلقه عشانه أو ليه. مساء الخير على كل طالب تفوق عشان يفرح قلب أهله وبلده وبقى نفسه إنه يطلع دكتور أو مهندس أو محامي أو طيار أو ضابط أو حتى أعمال يدوية علشان ينجح ويكبر ويعلي اسمه واسمه ولاده وبلاده. مساء الخير على كل بنت وولد ما تبرش من اهله وما قالش لا انا لازم اصيف في المكان الفلاني. انا لما اقول ان انا بصيف في سيدي بش دي مصيبه بالنسبه لزمايلي. لا 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 انا ما ده انا بقى بيئه. مساء الخير، مساء الخير اني مش راضيه. دي بقى انا مش راضيه على كل ولد وبنت. يا رب بس صغيرين يتفرجوا عليا، ما يبقاش جيلي بس واللي اكبر مني او اللي اصغر مني سيكا. كل ولد وبنت لازم يبقى عارف التضحيات اللي الاب والام بيعملوها علشانهم قد ايه. لان الواحد ولا بجزمته ولا بشنطته ولا بلبسه ولا بنضارته ولا بتاع. انا مش بقول ان انا لا بجيب على قد امكانياتي، بس لما ما كانش عندي وما كانش يقدر ابويا يجيب ما كنتش بقف اطلب بالعافيه. لان اللي يبص لعيشه غيره تحرم عليه عيشته، تحرم عليه عيشته. مش كل الناس زي بعض ومش كل الناس امكانياتهم زي بعض. مساء الخير على الاهالي اللي بتعلم عيالها ان كل لحظه ربنا ساترها معانا صحه وستر اولاد وبيت، ده خير ونعمه، لانك بتربي في عيالك وبتربي في عيالك القناعه. مساء الخير على كل ولد وبنت، شاب وشابه، رجل وامراه، ما بصش لغيره وحاول يحسن دخله وما قالش اشمعنى فلان بيروح في المكان الفلاني. لان بالمناسبه في ولاد وبنات كتير قوي وانا عارفه منهم ناس ومتاكده من ده. انهم الولاد بيقولوا كلام يغيظوا بعض بيه. يعني هحكي لكم حكايه واحده صاحبتي دي الحمد لله مستوره جدا جدا ما شاء الله، وعايشه عيشه طبيعيه عاديه، وده تشكر عليه. ان معايا زي ما معيش، زي ما انا كمان ابويا رباني على كده. ابويا رباني على ان معايا زي ما معيش عادي، مش فارقه كتير. قعدوا البنات والولاد في اولى جامعه يتريقوا عليها، هي بتصيف في حته اقل من الساحل الشمالي، فيقولوا لها لا 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 انت خارج الدايره. وهم يقدروا ما شاء الله. لا 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 انت مش عجبانه. لا 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 اصل ما ينفعش كذا. لا اصل انت ما بتلبسيش براندات زينا. سلامات يا براندات، سلامات. على فكره اللبس النظيف انا اعتبره براند.
اللبس اللي مش غالي ومكوي ومحترم ولايق عليا تمام. انا شويه شويه كانوا حسسوني ان احد المحلات زارة مثلا قال لك ده بيئه. ده هزار، الكلام ده بيحصل هزار، ده نقص وعقد نقص. مساء الخير على اللي علموا عيالهم الاصول وعلموهم انه ما يتباهوش قدام حد. واحد ابوه موجود وجاب له، والتاني ابوه مات وما عندوش حد يجيب له، فيحس ان هو فعلا مقهور لان غيره لابس وهو لا، غيره عنده وهو لا، غيره بيصيف وهو لا. ومساء الخير اكتر وربنا يديهم الصحه وطولة العمر الناس المحترمه اللي بتحس بالاخر وبتقول انا زي الفقير الغلبان ده، وكلنا فقراء الى الله، وحس بيه واسمه اللقمه واسمه الهدمه، لان احنا طول عمرنا كده. ومساء الخير على المدارس اللي ما بتعلمش العيال ان البني ادم بشخصيته مش بهدمته ومش بعيلته ومش بالناس اللي حواليه ومش بعزوته. البني ادم مننا بشخصيته وبسيرته الحلوه، لان في ناس بتموت وما بتسيبش حاجه للاسف غير فعلا السيره العطره اللي الناس فعلا بتتكلم عنها وبيقعدوا يقولوا فلان كان خير، فلان كان كذا، فلان كان كذا، واخرهم المرحومه الجميله العظيمه دلال عبد العزيز. مساء الخير عليكم، مساء الخير على مصر، مساء الخير على العالم العربي كله، لان دي مشكله بنقابلها كلنا، مش عايزين هزار، في بيوتنا وفي احيائنا سواء شعبيه او راقيه، بس بتتفاوت الطلبات وبتتفاوت فعلا ارضاء الطرف الطالب، وبتتفاوت حالات الصمود امام كلمه لا علشان زميلتك او زميلك. وعجبتني صاحبتي لما بعتت بنتها بالساعه الرولكس لابساها في ايديها، ولما سالوها دي حقيقيه قالت لهم ايوه. تاني يوم ما لبستهاش رجعت قالت لاصحابها اصل مامتي قالت لي احنا نقدر، في غيرنا غلابه كتير وما يقدروش. يا ريتك تبقي شكل اصحابك عشان يفضلوا يحبوكي، يا ريتك انا كمان بقول لك تبقى شكل اصحابك عشان يفضلوا يحترموك ويحبوك. بحبكم في الله. شير للفيديو، لان لو في حاجه انت اتعلمتها وسمعتها من حد اكبر منك في السن بيحبك وبيحب مصر وبيحب كل اللي حواليه وبيحب كل اصحابه، اتمنى من كل قلبي ان كل الناس تتفرج وتسمع وتقول لي رايها، ويحاولوا يتعلموا من اللي انا قلته واللي انا بعمله. لان مهما كان بتشوفوا عمر ابني ساعات بيهزر وبيتنطط، انا اكتر ام بتقول لا، واكتر ام قالت لا لايتن ولعمر ولولاد ايتن ولولاد اخواتي التانيين. مش كل حاجه لازم تبقى متاحه وموجوده علشان ولادنا يطلعوا اسوياء. مساء الخير للناس الخير حبايبي اللي سمعوني دلوقتي، واستنوني في موضوع جديد هيستفزني وهيخليني اطلع اتكلم تاني علشان نفضل كلنا عايشين في الخير. ايوه الخير، خير بعض. سلام عليكم.